ارخص من الصلصه. البرطمان الصلصه عاد كده ب 30 وب 40 جنيه، ما بيعملش حاجه. ماشي اهو، ده حاجات اقتصاديه وبنلفت نظر بعض للحاجات دي. ادي علبه، ادي اتنين، ادي تلات علب ما شاء الله. الواحده 340 تقريبا، 540 تقريبا جرام. وبألف هنا وصحة يا رب. ما تنسوش اللايك يا جماعه، والشير والسبسكرايب. لايك 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 يا جماعه. 1000 و2000 مشاهده و5 لايك 10 لايك بس. ليه يا جماعه؟ يعني هو اللايك. ايوه يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. الفلفل الاحمر طلع طبعا. انا كل ما الاقيه في السوق شويه رخيص اجيب 2 كيلو ولا حاجه واعملهم ايه، زي صلصه طماطم بالظبط. يعني معايا كده افتحه واطلع منه الجنبعه كده اهو. هو مش حار على فكره. واشيل كده على قد ما اقدر، ارجع كده اقطعه هنا كده لغايه ما اخلص الكميه كلها. جابلني جرن على فكره، جايباه بقاله 3 ايام، كان لسه مش احمر جو كده، فسبته حطيته في كيس وحطيته لغايه لما احمر جو كده، مش بيجرى له حاجه. او سيبيه في التلاجة ويقعد لك 3 4 ايام هيحمر برده ويزيد حمار. في بعض جرن هلاقيه بايظ، لو عامله مش او مخلل ممكن ترميه فيه. البايظ ده بدل ما ترميه في الزباله بيخلي الجبنه الحادقه تحفه، واللي مخلل بيخليه نظيف وجميل، مش في اي مشكله. يعني البايظ دي بس انا ما عنديش. مش هنفتح كده اهو واطلع الجنبعه. ممكن هنا انا هعمله في الايه، في الكبه، وبعد ما اعمله في الكبه احطه على النار زيه زي صلصه طماطم. يعني هتحطيه على النار يستوي ما تضربيه في الكبه؟ ممكن احطه كده سليم، واحط كوبايه ميه واوطي النار عليه، وممكن اضربه في الشفشق الخلاط واحط كوبايه الميه معاه، ومش يحتاج اي حاجه بعد كده. وممكن الكبه اضربه فيها. يعني عندك جميع الاختيارات. وممكن بعد كده برضو باخد منه شويه اعملها، احط عليها توم وخل واشيلها زي هريسه الشطه الحاره، بس دي بيبقى بارد. ينحط على بتنجان مسلوق، بتنجان مخلل، بتنجان بابا غنوج، ينحط على باميه، ينحط على اي حاجه. تحطيه برضو على المحشي بيبقى زي الفل. واللي انا هسبكه زي الطماطم ده هحطه في اكياس او برطمانات، لما اجي اطبخ اخد منه زي الصلصه المعلبه بالظبط. كنا زمان اهالينا الله يرحمهم كانوا بيجيبوا بال50 كيلو وال100 كيلو ويعملوه، بس كانوا بيحطوا عليه ملح عشان كميات كبيره، مفيش ثلاجات تشيل الكميه دي كلها، بس كانوا بيحطوا عليه كميه ملح كتيره عشان تبقى ماده حافظه، وكان يقعد بالسنه بره الثلاجه. لكن ده احنا مش هنحط عليه اي ملح. انا هحطه في اكياس او في علب في الثلاجه وقت الاحتياج. احط معلقه على المحشي، معلقه على الباميه، معلقه. بيحمر الطماطم بدل الصلصه. انا بستخدم صلصه مع الطماطم عشان ما عدناش بنعمل فلفل دي زي زمان. لما الاقي فرصه زي دي بجيب واعمل بجميل، بوفر عليها كتير، وبيبقى مش مكلف زي ما برطمان الصلصه عادي بجد كده، ومش بيكفي حاجه. ولما اوصل للبوتاجاز ان شاء الله هنرجع لكم تاني باذن الله. هنا عشان اعمل دقه الباذنجان او دقه الباميه هاخد شويه من الفلفل اللي انا مقطعه ده، وهوريكم هنعمل ايه. وده بحتفظ بيه في الفريزر طول السنه، مش بيجراله حاجه. انا بس بوريكم انا عامله، لكن انا بس بوريكم عشان تستغلوا كل حاجه موجوده معاكم. هنجي شويه كده اللي هي مش محمره قوي عشان ايه اطبخ الباقي. هنحط شويه كزبره، شويه كمون. الكمون ده على فكره عليه ملح، فعشان كده مش هحط ملح. وهحط توم. انا عندي توم مهروس هحط. انا بوريكم بس عشان انا عامله، بس حبيت اوريكم احنا بنستغل الحاجه دي ازاي. ماشي. هنحط معلقه توم مهروس. لو مش عندها مهروس تهرس تهرس مع الفلفل عادي. وشويه خل،
وشوية زيت. ماشي. ده بقى بشيله في برطمان او برطمانات صغيرة زي ما تحبوا. انا بعمل برطمانات اللي هي النص كيلو ده وبحطها في الفريزر. كل ما اخلص برطمان بقعد في باب التلاجة شهر اهو. دي يتعبى في برطمان، تحطي منه على بامية، تحطي منه ممكن على محشي، على البتنجان. ده بقى صديق البتنجان، البتنجان على فظيع. فول، على فول، على فول فظيع مع الفول. الفلفل الدجة دي اللي هي البارد زي هريسة الشطة، بس ده فلفل احمر بارد. ده للبتنجان. معلقتين على البامية تديله وتوديها في حتة تانية خالص. في البتنجان فظيع 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 فظيع. هرجع اوريكم بعد ما اضرب احنا هنسويه بدل صلصة الطماطم. ناخد منه معلقة او معلقتين لانه بارد، على صلصة المحشي، على صلصة البامية، على صلصة اي طبيخ. وبيفيدك يعني بيوفر عليكي حاجات كتير. لما اخلص هوريكم. يغلي اهو. هنوطي عليه وهو بيغلي علشان لو هو مش كتير، علشان مش يشيط. لكن هو لسه مليان ميه فمش هوطي عليه جو نص توطيه يعني، علشان الحله مش تشيط. وبعد كده لما ينشف هوريهولكوا زي ما بتسبك الطماطم بالظبط. كل الناس تعرف تعمل كل حاجه، بس بندي لبعض افكار. لما اكون بسبك الطماطم انا بجيب قفص طماطم لما تبقى رخيصه، بروح جايبه كيلو فلفل او 2 من الاحمر ده وضرباه مع الطماطم، تبقى زي الفل. مش هبقى محتاجه صلصه للمنبار ولا للمحشي ولا لاي حاجه محتاجه، ولا لباميه ولا اي حاجه. لما بضرب الفلفل ده مع الطماطم وانا بسبكها، ممكن اشيله في الفريزر، انضفه واشيله في الفريزر واحطه في اكياس. وقت لما اطلع اعمل اي طبخه اطلع قرنين وارميهم في قلب الخلاط مع الطماطم، بيطلع زي الفل. لو انت مش عايزه تعملي او مكسله او مش عندك فكره، ممكن تعملي كده. كل حاجه تنفع وكل حاجه تمشي. يعني افكار الانسان بيطلعها مع المداوله مع الاستمراريه، فبتتعلم بتطلع بمعلومه. مش شطاره مني يعني. هوريكم لما نجرب نخلص. بصي يا حبايبي الفلفل اهو بعد لما تسبك. يعني الكبه بعافيه شويه مش بتنعم الفلفل قوي، فاني هعملها بالهاند بلندر ويعني براحتكم. يا ريت يا جماعه بقى واحنا في فقره الدوشه دي، بس حابه اقول بس يعني اللي يشوف الفيديو يا ريت يا ريت يا ريت يحط عليه لايك، عشان احنا بنتعب فعلا في الفيديو عشان نوصل لكم معلومه، وطبعا عشان احنا كمان نستفيد. ففضلا وليس امرا ان كنتوا تحطوا لايك عشان الفيديو يتشاف، وعشان احنا كمان يعني ده باب رزق احنا فاتحينه لينا، وربنا يرزق الجميع ومنه معلومات تفيدكم. واحنا فعلا بنتعب عشان نوصل الفيديو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. فضلا وليس امرا انك تحطوا لايك للفيديو، وشكرا. هنعبيه بقى في علب صغيره بلاستيك او اكياس بلاستيك على حسب رغبتك. اي حاجه. انتوا ده كنا زمان بنصفيه لما كنا بنعمل كميات كبيره. كان ربنا انعم علينا بالاجهزه الكهربائيه والهاند بلندر بيقوم بالواجب. بس بصي يا حبايبي فلفل عبينا واحده، بحط في علب واكتب عليها عشان مش تبقى دي طماطم ودي فلفل ما تلخبطش فيها. عبينا علبه وادي التانيه. اما تبرد هدخلهم التلاجة. هي بردت نص بردان. وادي التالتة دي هحط في الفريزر. طلعوا 3 علب اهم. 2 كيلو فلفل طلعوا 3 علب. اوزنها. وانت عملتي كمان منهم برطمان؟ لا مش كتير، مش كتير. برطمان صغير مالها برطمان صلصة فاضي جزاز اللي هو 200 جرام. لا 200 جرام. بصي يا حبيبي 3 اهو. اني هوزن. شوف 538 الواحد. قولي نص كيلو. عملوا 1.5 كيلو فلفل. قولي تعتبر صلصة ب20 جنيه. دول ال3 علب دول 1.5 كيلو فلفل احمر. هتطبخوا بيهم كام شهر ربنا يدينا ويديكوا طول العمر. كل ما تلاقي الفلفل رخيص تجيبيه وتحطيه. ان شاء الله تضربيه وتحطيه في الفريزر من غير ما تسويه. ان شاء الله تنضفيه تشيل الجنبع
وتحطيه في اكياس. وقت ما تيجي تطبخي تضربي طماطم في الخلاط او في الكبه، تحطي جرنين 3 4. موفر جدا وارخص من الصلصه. برطمان الصلصه عاد كده ب 30 وب 40 جنيه، ما بيعملش حاجه. ماشي اهو. ده حاجات اقتصاديه وبنلفت نظر بعض للحاجات دي. ادي علبه، ادي 2، ادي 3 علب ما شاء الله. الواحده 340 تقريبا، 540 تقريبا جرام. وبألف هنا وصحة يا رب. ما تنسوش اللايك يا جماعه والشير والسبسكرايب. لايك يا جماعه. 1000 و2000 مشاهده و5 لايك 10 لايك بس ليه يا جماعه؟ يعني هو اللايك رجاء فضلا وليس امرا، يعني لايك. سنه وانتم طيبين.